السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المغرب الآن تيفي، القناة اللي كتجيب لكم آخر الأخبار والمستجدات بسرعة ومصداقية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. أعلنت المحكمة العليا السعودية بشكل رسمي أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة بعد ما تمت رؤية الهلال. وبهذا الإعلان تم تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وحسب الإعلان فإن يوم الثلاثاء 26 من ماي سيكون وقفة عرفات، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، بينما سيكون يوم الأربعاء 27 من ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية عند المسلمين، حيث يرتبط بأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، ويحتفل به المسلمون في مختلف أنحاء العالم عبر صلاة العيد وصلة الرحم وذبح الأضحى. أما يوم عرفة فهو من أعظم الأيام عند المسلمين، ويحرص الملايين على الصيام والدعاء فيه لما له من فضل كبير. وفي كل سنة يترقب المسلمون إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لمعرفة المواعيد الرسمية للحج وعيد الأضحى، خاصة أن هذه المناسبة تحمل طابعا دينيا واجتماعيا مهما. وبعد الإعلان الرسمي من السعودية ينتظر عدد من الدول الإسلامية الأخرى تأكيد مواعيد عيد الأضحى حسب رؤية الهلال لديها. ويبقى عيد الأضحى مناسبة للتقرب إلى الله وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين الناس وسط أجواء احتفالية تجمع العائلات والأقارب. فهل قد توافقوا مواعيد عيد الأضحى في باقي الدول مع السعودية هذه السنة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة القناة للمزيد من الأخبار.